طيب زي ما كنا بنقول، بعد ما الأكسجين بدأ يظهر بكميات كبيرة في الغلاف الجوي، الأمور ما وقفتش عند كده، بالعكس ده كانت مجرد بداية لتحولات ضخمة في الغلاف الجوي للأرض. التحولات دي كانت ليها تأثير كبير على المناخ والحياة على الكوكب. أول حاجة حصلت بعد الحدث الكبير للأكسدة هي زيادة تدريجية في نسبة الأكسجين في الجو. تمام، احنا عرفنا، بس الموضوع ما خلصش هنا. في الوقت نفسه نسبة ثاني أكسيد الكربون بدأت تقل، وده أدى لانخفاض درجات الحرارة في الأرض بشكل عام. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ هل الأمور بقت كول؟ طبعا لا، كانت في فترات شديدة البرودة معروفة باسم فترات الجليد، الايس ايجز. الجليد غطى معظم الكوكب، واحيانا كان بيوصل لخط الاستواء. في الحقيقة العلماء بيقولوا ان واحدة من اهم فترات الجليد اللي حصلت خلال الفترة دي كانت مسؤولة عن تحفيز ظهور اشكال الحياة المعقدة، لانه زي ما بنقول الضغط يولد الابداع. الضغط اللي حصل على الكائنات الحية بسبب البرودة الشديدة وتغيير تركيب الهواء كان دافع قوي للتطور، وقتل كل الكائنات اللاهوائية اللي ما كانتش مستعدة للتغيير. واننا نقدر نقول ان دي كانت اول ابادة جماعية في تاريخ الكوكب. لكن برضو في جدال علمي، في علماء بيقولوا ان تطور الغلاف الجوي والاكسجين كان السبب في كل التطورات دي، وفي فريق تاني بيشوف ان التغييرات دي كانت نتيجة لعوامل تانية زي النشاط البركاني اللي فضل شغال طوال الفترة دي.